السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بأصدقائي وكل متابعيني في كل مكان. يا رب تكونوا دايما في خير وسعادة يا رب. النهاردة عندنا طبعا مباراة الزمالك وبلانك بولز اللي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة في مباراة. يعني الزمالك كان أفضل يعني أحسن بكتير جدا من الشوط الأول. في الشوط الثاني طبعا قدر يحسمها بخبرته الكبيرة، بخبرة لاعبيه طبعا وممارساته في البطولات الأفريقية. الشوط الأول أو بداية المباراة رغم الضغط بتاع الزمالك ورغم استحواذ الزمالك ال 45 دقيقة الأولى، لكن مفيش إلهاء الفرص. يعني 3 فرص في الشوط الأول، واحدة لزيزو واثنين لشلبي. يعني ما فيش يا جماعة يعني تركيز على المرمى. في رعونة كبيرة جدا. حتى عملية البناء من الهجمة وعملية الخروج بالكرة من تحت في بطء شديد.